في مقولة مشهورة جدا بتقول الذوق ما خرجش من مصر، وهنلاقي عند باب الفتوح اللي هو ضمن أبواب القاهرة في سور القاهرة الفاطمية تحته قبر أو ضريح اسمه ضريح سيدي الذوق. طب إيه علاقة الضريح ده بالمقولة؟ وهل الضريح ده لشخص ليه كرامات ولا ملوش كرامات؟ لو عاوز تعرف الحكاية تابع الحلقة دي معايا. ترجع الحكاية إلى عصر دولة المماليك في مصر، وان صاحب المقام اللي هو سيدي الذوق ده صحيح ملوش كرامات لانه ما كانش ليه شيخ او ليه اتباع او مريدين، لكن كان راجل كريم جدا مع الجميع. الراجل ده كان صاحب عقل وحكمة، وكان محبوب جدا من جميع الناس في القاهرة القديمة، وكان كريم للغاية مع الجميع. عشان كده المصريين كانوا بيلجأوا ليه في اي خلافات او نزاعات ويحلها بينهم، وبيطلعوا من عنده راضيين. فضل الحال سنين طويلة الذوق يحل المشاكل بين الناس، والناس تحترمه وتقدره. في يوم من الأيام حصلت مشكلة كبيرة اتطورت إلى معركة دموية بين الناس. حاول الذوق كعادته إن هو يجمع الأطراف ويصلح بينهم، لكن حصلت المفاجأة إن لأول مرة بعد سنين طويلة لا حد يسمع للذوق ولا يكبر ليه. وقتها الذوق زعل قوي وغضب. هل بعد العمر ده كله من حل المشاكل والناس تقدرني جه اليوم اللي محدش يسمع كلامي؟ قرر ساعتها انه ياخد هدومه وياخد ملابسه وحقيبته ويمشي من مصر خالص. ولما وصل الذوق عند بوابة الفتوح اللي هي في اخر شارع المعز اللي في سور القاهرة الفاطمي طب مات. وقتها اتجمع كل المحبين للذوق الراجل المحترم الكريم المحب للعدل، قرروا ان هم يدفنوه في مكان موته. ومرت الايام، وكل ما يحصل مشكلة كبيرة او صراع دموي بين الفتوات في القاهرة او حتى بين الناس العاديين، يطلع واحد عاقل يتكلم ويقول يا جماعة عيب، ده الذوق ما خرجش من مصر. فبالتالي المشكلة هتهدى والناس تكبر لبعض وكلهم يصالحوا. في رواية تانية بقى بتقول ان صاحب مقام سيدي الذوق ده اصلا مغربي، وكان عايش في القاهرة، وكان بيحب مصر والمصريين جدا، لكن في اخر حياته مرض، واهله وعيلته قرروا ان هم ياخدوه عشان يموت في المغرب، لكن رفض. لكن اهله وعيلته قرروا ان هم يحملوه غصب عنه ويسافر معاهم للمغرب. ولما وصلوا باب الفتوح سقط مات. اهالي القاهرة لما شافوا وعرفوا اللي حصل دفنوه في نفس المكان اللي سقط فيه اللي هو عند باب الفتوح، واعتبروه ولي من اولياء الله الصالحين. وعملوا للقبر ضريح من الخشب وفوقه قبة خضراء، وفوق القبة الخضراء ده هلال ذهبي، وكتبوا على القبر او الضريح باللون الاسود ضريح العارف بالله سيدي الذوق. دلوقتي بقى قولوا لي رأيكم في الحكاية، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات يا ترى صحيح الذوق ما خرجش من مصر؟